السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلابنا ثالثة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده بنكمل تدريباتنا في حل تدريبات كتاب بيان الوحدة الثانية، والنهارده مع درس مهم جدا: المكسور والمنقوص والممدود. يلا بينا. اقترت الأخت الصغرى بمن تكبرها حياء واجتهادا. أولا هزعل منك قوي لو قلت لي ان كلمه الصغرى اخرها ياء. ابدا، كلمه الصغرى اخرها الف. كلمه الصغرى اخرها الف لين على وزن فعلى، والكلمه التي على وزن فعلى هي دي اللي انا بسميها الاسم المكسور. يبقى نكتب كده: الصغرى، الكبرى، العليا، السمية، الرقية، الدنيا، على وزن فعلى، يبقى ده بسميه اسم مكسور. ميز التغيير الصحيح عند جعل العبارة للمثنى المؤنث. واحد، أولاً هو جايب السؤال ده ليه؟ عشان يختبرك في الاسم المكسور. هقول لحضرتك ده أمر سهل جدا. ليه؟ الاسم المكسور عشان أسميه لازم الأول أعرف هو ثلاثي ولا غير ثلاثي. كلمة الصغرى غير ثلاثي. لما أحب أجيبها مثنى أولاً لازم تقلب الألف إلى ياء. اهي، يبقى الالف دي قلبت الى ياء، تقلب الالف الى ياء. ثانيا المثنى اخره الف ونون او ياء ونون. المثنى اخره الف ونون في حاله الرفع، وياء ونون في حاله النصب والجر. تيجي نعرف. يلا. اقتدت فعل. من اللي اقتدت؟ الاخت فاعل، الصغرى نعت. نعت مين؟ للأخت. الأخت فاعل مرفوع، يبقى النعت مرفوع. يبقى رقم واحد تقلب الألف إلى ياء، وكلمة الصغرى طلعت نعت، والنعت زي المنعوت يبقى نعت مرفوع، والمثنى يرفع بالألف يبقى الصغريان. يبقى الصغريان، مفيش حاجة اسمها الصغرتان، لا، الصغريان. تقلب الألف اللينة ده هي إلى إيه؟ إلى ياء، وعند الإعراب أعرب. طلعت مرفوعة يبقى هزود ألف ونون، طلعت منصوبة أو مجرورة يبقى هزود ياء ونون. كويس أوي. إن الداعي إلى الخير مهتد إلى سبله. وأنا عندي يا أستاذي كلمة مهتد كان أصلها مهتدي، وكلمة مهتدي آخرها ياء، يبقى ده اللي كنت بسميه منقوص. اسم إيه؟ اسم منقوص. ولما كنت بسميه اسم منقوص كان آخره ياء، بس أنا عرفت قاعدة بتقول إن الاسم المنقوص هحذف منه الإيه؟ الياء، وأحط بداله تنوين اسمه تنوين العوض. يبقى مهتد الكسرتين دول مش علامة إعراب، مش مجرور بالكسرة، دول بدل الياء اللي اتحذفت بتاعت كلمة مهتد. يبقى إذا يا أستاذي ده بسميه اسم منقوص، حذفت الياء بتاعته وحطينا بدلها تنوين العوض. إن الداعي اسم إن منصوب. إن الداعي إلى الخير ماله؟ إن الداعي إلى الخير مهتد. اعرف مهتد خبر إن، وخبر إن مرفوع. ولو قال لحضرتك مرفوع بإيه؟ هتقول له مهتد خبر إن مرفوع بالضمة المقدرة. بالضمة المقدرة. وليه قلت عليها ضمة مقدرة؟ لأن الاسم المنقوص يرفع بالضمة المقدرة، ويجر بالكسرة المقدرة، وينصب بالفتحة الظاهرة. يبقى كلمة مهتد خبر إن مرفوع، والاسم المنقوص يرفع بالضمة المقدرة، وحذفت الياء وحطينا تنوين العوض. بيقول لك عند تحويل العبارة إلى جمع المذكر. يلا بينا أما نشوف هنعمل إيه. أولاً لازم تعرف حاجة مهمة جدا جدا جدا. إيه هي؟ إن الاسم المنقوص
مهتد اللي هي كان اصلها ايه؟ مهتدي. لما احب اجمعه جمع المذكر سالم لازم رقم واحد انا بحذف الياء، بقت مهتد، وازود في جمع المذكر السالم واو ونون او ياء ونون. واو ونون في حاله الرفع، ياء ونون في حاله النصب والجر. طب هختار مين؟ اعرب. احنا عرفنا مهتد ايه دلوقتي؟ خبر ان ماله مرفوع، يبقى في الجمع هحط في الرفع واو ونون، يبقى ان الداعي الى الخير مهتدون. ايه يا مستر ده؟ ايه يا مستر ده؟ لازم نجمع بقى، يبقى نجمع الداعي هي كمان، يبقى رقم واحد خبر مرفوع بالواو يبقى مهتدون، يبقى مهتدين دي غلط. كويس قوي. نيجي نشوف بقى دي. ان الداعي عرفناها ايه؟ اسم ان منصوب. الداعي اسم منقوص معرف بالالف واللام. وانا عندي قاعده بتقول لما يكون الاسم المنقوص معرف بالالف واللام سيب الياء زي ما هي، يبقى الداعي مش هحذف الياء لانه يا استاذي معرف بال مش نكره زي دي. يبقى ان الداعي اسم ان ماله منصوب، يبقى منصوب بالايه؟ في النصب والجر احط ياء ونون، يبقى ان الداعيين ده مثنى. ده لو كان مثنى. بس انت يا مستر خلي بالك ده بيقول لك جمع المذكر السالم، وانت لسه قايل لي يا مستر عند جمع المذكر السالم بحذف الياء اولا اهي. يبقى تحذف الياء اولا، يبقى كلمه الداعي لما احب اجمعها جمع مذكر سالم تحذف الياء اولا يبقى مهتد. وعند الرفع ازود واو نون لانها خبر ان مرفوع يبقى مهتدون. اما الداعي اسم منقوص عاوز اجمعه جمع مذكر احذف الياء، وجمع المذكر اسم ان منصوب بالياء يبقى اخره ياء ونون، يبقى ان الداعين اسم ان منصوب مهتدون خبر ان مرفوع. يبقى انا لو عندي اسم منقوص حابب اجمعه جمع مذكر سالم، اول حاجه هعملها هحذف الياء الاخيره اهي. الداعي مهتدي هحذف الياء خالص، وعند الرفع هزود واو ونون، وعند النصب والجر هزود ياء ونون، يبقى الداعين مهتدون. طب عند المثنى لو قال لك ثني عند التثنية بسيب الياء زي ما هي، يبقى الداعيين اسم إن منصوب هسيب الياء زي ما هي، خبر إن مرفوع مهتديان أسيب الياء زي ما هي. ده في حالة الإيه؟ ده في حالة المثنى. يبقى الاسم المنقوص هتسميه سيب الياء زي ما هي، سيب الياء زي ما هي. هتجمعوا جمع مذكر سالم احذف الياء. صعبة؟ يبقى عند المثنى سيب الياء، عند جمع المذكر شيل الياء. أنت الأكبر على وزن الأفعل منزلة والأحسن خلقا عند جعل العبارة للمثنى المؤنث. أولا صلى على النبي، الجملة ديت اللي فوق أنت للولد عشان أجيب منها مثنى مؤنث لازم أنا أحولها للبنت الأول. يبقى لازم أنا أقول كده أنت الكبرى الله على وزن الفعل منزلة والحسنى خلقا على وزن الفعل. يبقى لما يجيب لي الجملة دي بتتكلم عن المفرد المذكر وعاوز يجيب منها مثنى مؤنث،
قلت له استنى عندك، قبل ما اجيب المثنى المؤنث هجيب المفرد المؤنث الاول. يبقى انت الكبرى والحسنى على وزن الفعل. كده بقى تقدر تشتغل على الجمله دي، ودي خلاص راحت زمانها، راحت انتهت، كنسلها. طالما هشتغل على المثنى المؤنث يبقى انزل اشتغل على اللي تحت، الكبرى والحسنى. يلا بينا. كلمه الكبرى مالها؟ على وزن فعل، اسم مقصور. ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ برافو، غير ثلاثي. ولما يكون غير ثلاثي واحب اجيب منه المثنى، لسه قايلها اقلب الالف لياء. اهي قلبت الالف لياء. تيجي نعرب انت مبتدا، الكبرى خبر ماله مرفوع، يبقى اخره في الرفع الف ونون، يبقى الكبريان. طب الحسنى، الحسن، واقلب الالف اللينه، الحسنى اقلب الالف لياء، والمثنى اخره الف ونون، يبقى الحسنيان. يبقى انتما الكبريان والحسنيان، يبقى الاجابه رقم ج. يبقى بعمل ايه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اي اسم مقصور غير ثلاثي عاوز اجيب منه المثنى، اعمل ايه؟ اقلب الالف اللينه الياء. الحسنى اقلب الالف اللينه الياء واعرب. طلع مرفوع، انت مبتدا، كبرى خبر، يبقى الخبر مرفوع، يبقى الكبريان الحسنيان. صعبه؟ ركزوا على مهلك، وانا مش هستعجل عليك في المقصور والمنقوص والممدود، همشي معاك بالراحه على اقل ما مهلك. يلا يا سيدي. اليد العليا على وزن الفعلى خير من اليد السفلى عند تثنية المبتدأ. من المبتدأ اليد، يبقى اليدان. حلو، اليدان مالها يا مستر اليدان؟ تعال ما اقول. العليا على وزن الفعل زي الكبرى، زي الحسنى، يعني اسم مقصور. ايوه. ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ غير ثلاثي، مفيش مشكله. وانا لسه قايل حالا دلوقتي لما حاجه بجيب المثنى اعمل ايه؟ جدع، تقلب الالف لياء الاول اهي. يبقى العليا دي نقلب الالف لياء الاول، العليا، واقلب الالف دي لياء. نيجي نعرف اليد مبتدا مرفوع، بقت اليدان مبتدا مرفوع بالالف. العليا نعت، يبقى النعت زي المنعوت مرفوع بالالف، يبقى العليا رقم واحد تقلب الالف اللي هنا الى ايه الاول؟ الياء. دي القاعده لسه قايلينها، تقلب الالف لياء. يلا. والمثنى لسه عارفين العليا نعت مرفوع بالالف، يبقى العليان. يبقى به غلط، ده الغلط عشان ياء واحده. العليتان، مفيش حاجه اسمها العليتان دي، يبقى العليان. خير من حرف جر، اليد خلاها مثنى، يبقى اليدين. السفلى على وزن فعل زي عليا، اسم مقصور. ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ غير ثلاثي. تقلب الالف الى ياء الاول اهي. الالف اللينه تقلب الى ياء الاول. وانا لسه قايل دلوقتي من حرف جر. اليد بقت اليدين، اسم مجرور. السفل نعت مجرور، والمثنى اللي بيبقى مجرور يبقى مجرور بالياء، يبقى السفليين. يبقى الاجابه رقم ج. على الاقل من هنا خالص يا بطل. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد. طب نيجي نكمل. ايه تاني؟ ان تكن. كده دخلنا في الغميق والغويط. يلا. ان تكن ماضيها ايه دي؟ كان. ان تكن انت
يبقى اسم كان ضمير مستتر تقديره أنت. إن تكن الأسماء، اعرب لي الأسماء خبر تكن ماله منصوب. خبر تكن منصوب. خبر تكن منصوب. انتبه. إن تكن الأسماء سلوكا تمييز تمس، كان أصلها تمسي اللي هي ماضيها إيه؟ أمسى، اللي هي برضه أخت كان تمسي اللي يمسي أنت، يبقى اسمها ضمير مستتر تقديره أنت. تمسي الإيه؟ الأعلى، يبقى الأعلى هتعرب إيه؟ خبر تمس ماله اللي هي أصلها أمسى، يبقى زي ما بقول خبر أمسى ماله منصوب. قدرا تمييز طبعا. كده أنا جاهز. يلا أنت جعل العبارة للمثنى المؤنث. تاني يا مستر مثنى مؤنث. يا خبر أبيض يا خبر أبيض. تعالى ما أقول لك بقى. إن تكن ده ولد. طب أنا عاوز أخليها مثنى مؤنث يعني بنتين، يبقى إن تكونا والألف هتبقى في محل رفع اسم كان. ألف الاثنين في محل رفع اسم كان. الاسم عرضناها فوق إيه؟ خبر تكن مال منصوب، بس الاسم للولد، وأنا دلوقتي بتكلم عن البنت. أولاً الأسمى تبقى لازم أنا أحولها للبنت، تبقى السمية ده للبنت، والأعلى تبقى العليا. ده أول قبل أي حاجة. عاوز أخليها مثنى مؤنث، الأول ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ غير ثلاثي. تقلب الألف إلى ياء. رقم واحد هنقلب الألف اللينة إلى ياء، بقى عندي ياء والألف قلبتها لياء. والمثنى يعرف إيه؟ خبر كان ماله منصوب. منصوب بإيه؟ بالياء. يا نهار أبيض. يبقى عندي كم ياء؟ 3. السميين الأعلى بقت العليا. ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ غير ثلاثي. تقلب الألف إلى إيه؟ إلى ياء. يلا يبقى العليا ياء الأول، ولسه عارفها خبر إيه؟ خبر أمسى منصوب بالياء لأنه مثنى. يبقى العليين بكم ياء؟ 3. يبقى السميين العليين. يبقى الإجابة رقم ج. يبقى الإجابة رقم ج. الأول ده بيتكلم عن مفرد مذكر ولد، عاوز أجيبه مثنى مؤنث، يبقى لازم أحوله للبنت الأول. سمية وعليا. المثنى غير الثلاثي تقلب الألف إلى ياء. تقلب الألف إلى ياء، ولسه عارفينه خبر تكن منصوب وخبر أمسى منصوب. منصوب بالإيه؟ بالياء. يبقى ياءين. يبقى عندي 3 ياءات. يبقى السميين العليين. السؤال اللي بعده. ملكت سكينته عليه أمره فكأنه ساهٍ وليس بساهي. ضع خبر الحرف الناسخ في جمع المذكر. فين أصلاً يا أستاذي بقى خبر الجمع المذكر؟ تعال ما أقول فين الخبر الناسخ؟ فين الحرف الناسخ؟ كأن اللي هي أخت مين؟ أخت إن. كأنه الهاء دي ضمير في محل رفع اسم، في محل نصب، في محل نصب اسم كأن. فكأنه إيه؟ ساهٍ. يبقى كلمة ساهٍ خبر كأن أخت إن، خبر ماله؟ مرفوع بإيه؟ بالضمة. ساهٍ كان أصلها إيه؟ ساهي، حذف الياء وحط تنوين العوض. يبقى تنوين العوض بيخلي الحركة مقدرة، يبقى مرفوع بالضمة المقدرة. هو عاوز يخليه جمع إيه؟ مذكر سالم. كلمة ساهٍ كان أصلها ساهي
وساهي ديت اسم منقوص، والاسم المنقوص اللي اخره ياء لما احب اجمعه جمع مذكر احذف الياء الاول يبقى ساه، واعربه عربته خبر كأن مرفوع، يبقى مرفوع بالواو يبقى ساهون. يبقى كلمة ساهي حذفنا الياء بقت ساه، عربناها خبر كأن مرفوع، ومرفوع بالايه؟ بالواو يبقى ساهون. اعرب ساهون خبر كأن مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. يجي للسؤال اللي بعده، كم من متعال كان أصلها إيه؟ متعالي. كان أصلها إيه؟ متعالي. اسم منقوص. اسم منقوص حذفنا الياء وحطينا تنوين العوض. كم من متعال على الناس أزرى به التعالي عند جعل العبارة للمثنى المذكر. تعالى هنا عشان أسهنيها لازم أنا أرجعها زي ما كانت الأول. حاضر. متعال كان أصلها إيه؟ متعالي كان آخرها إيه؟ ياء. الياء ترجع زي ما كان بقت اسمها متعالي عادي. وعند المثنى المذكر يلا ما نعرف من دي حرف جر يبقى اللي بعدها مجرور، والمثنى في حاله الجر يبقى اخره الف ونون ولا ياء ونون؟ برافو عليك، اخره ياء ونون. يبقى مثنى اثنين، مثنى متعالي متعاليين، يبقى الاجابه رقم ج. طب لو قال لك جمع مذكر سالم، لما كان بيجمعوا جمع مذكر سالم كلمة متعال كنت بحذف حرف العلة خالص وازود واو ونون أو ياء ونون، ده في جمع المذكر. أما في حالة المثنى سيب الياء زي ما هي أهي، وزود بقى يا أستاذ ياء ونون لأنه مجرور. يبقى في جمع المذكر بحذف الياء، في المثنى بسيب الياء. قريبك الأدنى هو الأولى. الأولى يعني الأحق بالعطاء والصلة. عند جمع المبتدأ، فين المبتدأ؟ قريبك. جمع قريبك أقرباؤك. الأدنى نعت مرفوع عشان اللي قبله كمبتدأ مرفوع، هو مبتدأ ثاني. الأولى خبر هو الأولى بالعطاء، يبقى برضه مرفوع. عند التغيير عند جمع المبتدا هو بيسألك عشان خاطر الأخت دي الأدنى والأولى. كلمة الأدنى آخرها إيه؟ والله أزعل منك لو قلت آخرها ياء، أزعل قوي وأحس إن أنا ما عملتش حاجة. برافو عليك، أيوة كده. الأدنى آخرها ألف، اسم مقصور. الأولى آخرها ألف، يبقى اسم مقصور. عاوز أجمعه رقم واحد عند جمع الذكور لأنه بيقول لك قريبك، يبقى ذكور واحد. نعمل إيه عشان نجمع جمع مذكر؟ نحذف الألف اللي هنا الأول أهي يا مستر، حذفناها بقت اسمها الإيه؟ الأدنى. حذفت الألف اللين، يبقى القاعدة بتقول لما يكون عندي اسم مقصور عاوز أجمعه جمع ذكور، أعمل إيه الأول؟ أحذف الألف اللينة، ولما تحذف الألف اللينة تعالى على الحرف اللي كان قبلها وحط فتحة، يبقى الأدنى. والأول احذف حرف الألف اللينة وحط فتحة، يبقى الأولى. كويس ممتاز. تيجي نعرف؟ يلا عرفناها ايه دلوقتي؟ نعت مرفوع وخبر مرفوع وجمع الذكور اخره ايه في الرفع؟ واو ونون، يبقى الادنون
والأولون موجودة أهي، وحط كمان فتحة يا مستر. أيوة، يبقى الإجابة رقم ب. يبقى الإجابة رقم ب. يبقى الاسم المكسور بحب أجمعه جمع ذكور، أحذف الألف وأحط بدلها على الحرف اللي كان قبلها فتحة. انقاد المتمادي آخرها ياء، يبقى ده اللي بسميه باسم منقوص. انقاد عند جعل الكلمة المتمادي نكرة، يعني عاوز اشيلها من الالف واللام، يبقى كلمة متماد اهي كده نكرة. كويس، تيجي نعربها. يلا، انقاد فعل، المتمادي فاعل، والفاعل مال مرفوع، يعني كلمة متمادي نكرة وطلعت نكرة ايه؟ مرفوعة. خد القاعدة يلا، أي اسم منقوص يبقى نكرة، ونكرة ايه؟ مرفوعة. لسه عارفه فاعل يعني مرفوع. أعمل ايه؟ احذف منه الياء. الياء تحذف وأحط تنوين العوض، يبقى متماد. يبقى لماذا حذفت الياء؟ لأن كلمة متماد نقول عليها إيه؟ اسم نكرة، وطلعت نكرة إيه؟ مرفوعة. وده اللي بسميه الاسم المنقوص، نكرة ونكرة مرفوعة بشرطين، نكرة ونكرة مرفوعة، فتحذف الياء وحط تنوين العوض. اعرف متمادي فاعل عادي جدا مرفوع بالضمه المقدره. كويس. اشتريت حذاء جديدا اسودا. يا استاذ تعالى بقى اما نشوف كده. عاوزين، بيقول لك عند تثنيه الاسم الممدود. الاسم الممدود هو الاسم اللي اخره همزه، قبل الهمزه الف، قبل الالف حرفين على الاقل، اخره همزه، قبل الهمزه الف، قبل الالف حرفين على الاقل. اللهم لك الحمد. يبقى حذاء ده اسم ممدود. عاوز اجيب منه الايه؟ المثنى. ثانيه واحده، اعرب الاول. اشتريت فعل، التاء تاء الفاعل. اشتريت ايه؟ حذاء مفعول به. يعني ايه مفعول به؟ يعني منصوب. ولما اجيب منه المثنى، هو المثنى اخره ايه؟ الف ونون او ياء ونون. طب انت عرفت حذاء فوق ايه؟ مفعول به منصوب، يبقى اكيد مش هختار الف ونون. يبقى انا بالفهلوه كده حذفت الف وحذفت ب. فاضل لي كده يا استاذ ايه؟ حذاء. يا استاذي بقول لك اخر مفعول به منصوب، يبقى اخره ياء ونون. يبقى سبحان الله يا اخي، حتى الواحد لما يبقى فاهم يعرف يتعامل بكل سهوله. يبقى اذا مفعول به منصوب، يبقى اختار الياء والنون، يبقى اشتريت حذاءين. بسواعدنا تتحول البيداء اسم ممدود إلى جنة خضراء. عند جعل البيداء والخضراء جمع مؤنث سالم. جمع المؤنث آخره إيه دايما؟ ألف وتاء في كل الحالات. بس في مشكلة، تعال أشرح لك يلا. إيه هو الشرح بقى اللي أنا عاوز أشرحه؟ تعالى اما اقول لك يا استاذ، تعالى الاول اما اقول لك ازاي تتعامل مع الممدود قبل ما تسميه وتجمعه. انا عندي دلوقتي كلمه اسمها كلمه ايه؟ تعالى ما اقول لك. انا عندي كلمه اسمها انشاء. استنى، عاوزين نكبر الخط. يلا بينا. انا عندي كلمه اسمها كلمه انشاء، اسم ممدود. وعندي كلمة تانية اسمها كلمة رجاء، اسم ممدود.
وعندي كلمة تانية اسمها كلمة صحراء، خضراء، وهو مديني دلوقتي كلمة اسمها بيداء. ده كله اسم ممدود؟ عاوز اسلمك معنى. الأول نعرف أصل الهمزة قبل التثنية والجمع، لأن الهمزة هي اللي هتقول لي أعمل إيه. يلا بينا. إنشاء من الفعل الماضي نشأ. يبقى إذا من الفعل الماضي نشأ يعني الهمزة طلعت أصلية، يبقى إنشاء من الفعل الماضي نشأ. لما جبت الماضي طلعت الهمزة، يبقى إنشاء اسم ممدود الهمزة بتاعته أصلية. رجاء من الفعل الماضي رجاوة، طلعت الهمزة أصلها واو، يبقى دي بيسموها منقلبة عن أصل واو. بناء من الفعل الماضي بني، يبقى الهمزة طلعت منقلبة عن أصل ياء، يبقى دي بيسموها الهمزة المنقلبة إما عن واو أو ياء. بيداء من الفعل الماضي بيدة. صحراء صحرة. خضراء خضرة. لما جبت الماضي طلع فيه همزة، لا يبقى مش أصلية. طلع في واو أو ياء، لا يبقى مش منقلبة، يبقى دي اللي أنا بسميها الهمزة ده اللي أنا بسميها زائدة للتأنيث. زائدة للإيه؟ للتأنيث. ده الاسم الممدود اللي عندك. أصلية منقلبة عن أصل واو أو ياء زائدة للتأنيث. تيجي بقى نشتغل. لو كانت أصلية لما يطلب منك المثنى والجمع سيبها زي ما هي، اوعى تقرب لها. يبقى إنشاء المثنى بتاعها إنشاء، المثنى إنشاء. طب الجمع، طب سن المثنى آخره ياء ونون يبقى إنشاءين. طب الجمع آخره إنشاء دي غير عاقل، يبقى تبقى جمع مؤنث سالم، ما تبقاش جمع مذكر، يبقى إنشاءات. مش ملاحظ حاجة؟ إن الهمزة الأصلية سيبها زي ما هي. طب نقولها تاني، الهمزة الأصلية سيبها زي ما هي. جينا بقى للهمزة الزائدة للتأنيث، وهسيبني من دلوقتي. الهمزة الزائدة للتأنيث عند المثنى والجمع تقلب الهمزة إلى واو مباشرة قبل ما أعمل أي حاجة. تقلب الهمزة إلى واو، يبقى بيداو، تقلب الهمزة إلى واو. طب المثنى آخر ألف ونون يبقى بيداوان، أو ياء ونون تبقى بيداوين. طب صحراء ثانية واحدة، صحراوان، صحراوين. طب الجمع صحراوات، بيداوات. يبقى تقلب الهمزة إلى واو مباشرة. دي الزائدة للتأنيث. الأصلية سيبها زي ما هي، الزائدة للتأنيث اقلبها الواو الأول وزود في الرفع ألف ونون، في النصب والجر ألف ونون ياء ونون، في الرفع ألف ونون، في النصب والجر ياء ونون، في جمع المؤنث ألف وتاء ألف وتاء. أما إذا كانت منقلبة أنت حر، أنت حر. إما تسيبها زي ما هي يبقى رجاءان زي أختها دي، وإما تقلبها الواو زي أختها دي يبقى رجاوان. إما تسيبها زي ما هي رجاءات، إما تقلبها إلى واو يبقى رجوات. يبقى الهمزة المنقلبة سواء منقلبة عن واو أو أو ياء، سواء منقلبة حتى عن الياء أو الواو، إما ليك الحرية، إما تسيبها زي ما هي، إما تقلبها للواو. الأصلية سيبها زي ما هي، الزائدة للتأنيث اقلبها الواو الأول وبعدين اعرب. في الرفع واو ونون، عفوا ألف ونون، في النصب والجر ياء ونون.
ألف ونون ياء على حسب الإعراب. أما المنقلبة قالت لك أنا هاخد من دي حتة ومن دي حتة، هسيبني زي ما هي يا إما تقلبها الواو. ده بالنسبة للاسم الممدود. يلا بينا ما نشوف بقى سؤالنا كان عامل إزاي. يلا يا سيدي. فاز، عفوا السؤال بقى بيقول إيه؟ البيداء من الفعل الماضي بيد. البيداء من الفعل الماضي بيد. كويس. طب وخضراء من الفعل الماضي خضرة. جبت الماضي؟ طلع نوع الهمزة ايه؟ أصلية؟ لا. طب في واو أو ياء؟ لا. يبقى دي بيسموها زائدة للتأنيث. زائدة للتأنيث. والزائدة للتأنيث اعمل ايه؟ كانت مكتوبة هنا. حد يقول الزائدة للتأنيث عند المثنى والجمع اعمل ايه؟ برافو عليك، اقلبها الواو الاول. اقلبها الواو الاول. يبقى دي غلط ودي غلط، لازم اقلبها الواو الاول. يبقى البيداو والخضراء الاول. تيجي نعرف؟ يلا. بسواعدنا تتحول فعل. مين اللي بتتحول؟ البيداء. اعرب البيداء فاعل، والفاعل ماله؟ مرفوع، وجمع المؤنث اخره الف وتاء، يبقى البيداوات. الى جنة خضراء اقلب الهمزه الواو يبقى خضراوات. بيداوات خضراوات. كويس قوي. فاز العداء. يلا بينا. اسم ممدود من الفعل الماضي عدا يعدو. عدوى يعني جري، حتى بيسموها رياضة العدو. يبقى العداء عدوى باستباق مسعد المشجعين. لما جبت يا مستر الماضي بتاع عداء اللي هي رياضة العدو اللي بيجري، طلعت الهمزة منقلبة عن أصل واو، وأنا لسه كاتب حالي. إذا كانت الهمزة منقلبة ليك الحرية، إما تسيبها زي ما هي وإما تقلبها الواو، أنت حر. تيجي نعرف فاز فعل. مين اللي فاز؟ العداء فاعل، والفاعل ماله؟ مرفوع. طب وهو عاوز يخليها إيه؟ مثنى. طب والمثنى في حالة الرفع يبقى آخره إيه؟ ألف ونون. يبقى أنا كده ليا اختيارين، إما أسيب الهمزة زي ما هي وأقول العداءان، أو أقلبها إلى واو وأقول العداوان. موجودة؟ أهيت يا مستر. يبقى العداوان أو العداءان، ليك الحرية. ليه؟ لأن الهمزة طلعت منقلبة عن أصل واو، ولما تبقى منقلبة عن أصل واو ليك الحرية، إما تسيبها زي ما هي وإما تقلبها الواو وتزود الرفع آخره ألف نون. متى يسعى؟ متى ده شرط جازمة. يسعى كان أصلها يسعى، فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. صديقي فاعل إلى الخير وهو راض. هو طول عمرها مبتدأ في الغالب، الضمائر مبتدأ في الغالب. راض كان أصلها إيه؟ راضي. حذفت الإيه؟ الياء، لأنها إيه؟ لسه كاتب نكرة. هو مبتدأ وراضي خبر، والخبر مرفوع، يعني نكرة مالها؟ مرفوعة. عشان كده حذفت الياء وحطيت تنوين العوض. يصر اللي هي كان أصلها صار. أختي كان من اللي يصر؟ صديقي. يبقى اسم صار ضمير مستتر تقديره هو يصر الإيه؟ الأسمى. خبر يصر ماله؟ منصوب منزلة تمييز. صوغ العبارة السابقة في الجمع المذكر. يا سلام، جاب لك بقى كذا حاجة. جاب لك اسم منقوص وجاب لك اسم مقصور. يلا. متى؟ ماشي. متى ايه؟ يسعى. هتفضل مجزوم بحذف حرف العلة عادي. متى يسعى. صديقي جمعها ايه؟ أصدقائي. إلى الخير.
هو تبقى وهم راضي اسم منقوص، واللي كتب ورايا زمان دلوقتي بيقول معايا، والاسم المنقوص عند جمع المذكر راضي، عند جمع المذكر بحذف الياء الاول يبقى وهم راض. ولسه عارف راضي ايه دلوقتي؟ هو مبتدا يبقى راضي خبر، ولما يكون خبر يبقى خبر ماله؟ مرفوع بالواو، وهم راضون. يصهر تبقى يصير الاسم اسم مقصور على وزن الافعل اخره الف لينه، والاسم المقصور زي الاسم المنقوص عند جمع المذكر بحذف الالف اللينه الاول يبقى يصير الاسم. ده رقم واحد، بحذف الالف اللينه الاول، ولما تحذف الالف اللينه حط بدلها فتحه على الحرف اللي قبلها يبقى الاسم. وجمع المذكر، بس استنى يا مستر، خبر ابيض كنت في مشكله، ده انا عرفتها خبر يصل منصوب، ولما يبقى منصوب يبقى اخره ايه؟ واو ونون؟ لا، يبقى اخره ياء ونون، يبقى يصير الاسمين منزلا. يسعى اصدقائي الخير وهم راضون لانها خبر مرفوع، يصير الاسمين لان لسه عارفها دلوقتي خبر يصير منصوب، وجمع المذكر ينصب بالياء يا مستر، يبقى يصير الاسمين. يبقى خلي بالك من الجمله عشان اختبرني في الاسم المنقوص واختبرني في الاسم المقصور. بس على كل حال لازم نعرف معلومه مهمه جدا. ايه هي يا مستر؟ المعلومه دي بتقول المقصور والمنقوص. المقصور زي كلمة الأسمى، المنقوص زي كلمة راضي. الأسمى آخرها ألف، راضي آخرها ياء. الاتنين دول لما أحب أجمعهم جمع مذكر سالم. جمع المذكر آخره إيه؟ في حالة الرفع واو ونون، وفي حالة النصب والجر آخره ياء ونون. الاسم المقصور، الاسم المنقوص، في حالة جمع المذكر الاتنين دول بعمل حاجة مهمة جدا يا مستر، إن أنا أعمل إيه؟ أحذف الحرف الأخير، أحذف الحرف الأخير الأول. حاضر يا مستر، هحذف الحرف الأخير يبقى الأسم. يبقى الاسم، وهنا راض. بس في الاسم المقصور لما تحذف الالف حط على الحرف اللي قبلها فتحه واعرب، طلع مرفوع هتزود واو ونون يبقى الاسمون. طلع الاسم، طلع منصوب او مجرور هزود ياء ونون يبقى الاسمين. يبقى الاسمون والاسمين. نيجي بقى للاسم المنقوص، بحذف حرف العله عند الجمع يبقى راضون، عند يبقى في الرفع واو ونون، في النصب والجر ياء ونون تبقى راضين. يبقى اذا سواء مقصور سواء منقوص عند جمع الايه؟ المذكر السالم احذف حرف العله الاول، الحرف العله احذف الحرف الاخير يعني سواء هنا او هنا وازود يبقى الاسماء من الاسماء. ده في حاله ايه بس؟ جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. يبقى اذا انتبه يا استاذي، بس خلي بالك عشان هيخدعك في الاعراب ويجيب لك زي يصر ماضيها صار اللي هي اخت كانت، فانتبه لو سمحت بكده بفضل الله عز وجل
نكون قد انتهينا بحول الله وقوته وتوفيقه وكرمه ومدده من تدريبات المقصور والمنقوص والممدود من دروس الوحدة الثانية من كتاب بيان. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.